انت لما بتجري بتغذي شعور الكلب في السيطره. الكلب ساعتها مش بس بيشم الخوف، ده بيشوفه، ولو شافه هيحس انه سيد عليه، وده بيزود احتمالات انه يهجم عليه. الكلام ده مثال على واحدة من أغبى الأفكار اللي اتقالت عن الكلاب، مش لأن اللي قالها غبي، بالعكس ده حبيبي والله، لكن لأن الفكرة نفسها غلط من الأساس. الكلاب ما عندهاش مفهوم السيطرة ولا الزعامة ولا مين سيد مين ولا مين شغال عند مين. الكلاب عقلها أبسط بكتير، اللي قدامي ده خطر ولا أمان. فأنت لما تجري الكلب ما بيحسش بأي سيطرة، هو بيشوف حاجة متحركة، عينيه متبرمجة على إن هي تلقط الحركة. والمطاردة عند الكلاب مش دايما بيكون هدفها الافتراس، أوقات كتير بيكون هدفها اللعب، الفضول، زي ما بترمي له كوره كده وهو يفضل يجري وراها. والخطر في الفكره الغلط دي مش ان هي بس غلط، ولكن علشان هي بتبرر العنف ضد الكلاب. لان لما الناس تقتنع ان الكلاب بتحاول تسيطر، هيشوفوا اي تفاعل معاهم على ان هو خناقه على الزعامه، يضربوهم، يحدفوهم بالطوب، يقتلوهم بحجه استعاده السيطره. والخوف بيولد خوف، والعدوان هيولد عدوان، وده بيبقى سبب رئيسي بعد كده في حوادث العض اللي ممكن نشوفها احيانا. ففي العلم مفيش حاجه اسمها كلاب مسيطرة ولا كلاب بتسعى للسيطرة والهيمنة. كل دي خرافات في دماغ بعض الناس، يا إما جاية من أفلام ديزني، يا إما جاية من أبحاث عن الذئاب مش عن الكلاب أصلا. وحتى الأبحاث دي اتنفت وما بقتش صالحة للاستخدام.